الإنسان محتاج إيه علشان يتعافى من آلام الانفصال؟ أول حاجة محتاجها علشان تخرج من أي أزمة، إذا كانت علاقات أو إذا كانت أي أزمة في الدنيا، محتاج قرار إنك تطلع من دور الضحية اللي أنت عايش فيه وتطلع على أرض الواقع وتاخد القرار وتبقى الفعل مش رد الفعل. يعني ما تبقاش قاعد مستني الشخص ده يكلمك، ما تبقاش قاعد مستني الشخص ده يبقى مش كويس، ما تبقاش انت رد الفعل، لازم تكون انت الفعل. وعشان انت تكون الفعل لازم اول حاجه تاخد قرار انك تخرج من الدايره دي اللي انا عايز افوق خلاص. ده بيكون قرارك انت مش قرار حد تاني. تاني حاجه وحاجه مهمه جدا هي الالتزام بقى بالقرار ده. طب التزم بالقرار ده ازاي؟ في شويه حاجات كده لازم اعملها علشان التزم بقرار التعافي ده. اول حاجه ان انا امسح كل حاجه ممكن تفكرني بالشخص ده، واشيل كل حاجه من قدامي ممكن تفكرني بالشخص ده، اذا كانت هدايا او صور او فيديوز شاتس كنا بنتكلم فيها مع بعض، امسحها. ما راقبش الشخص ده، ولو حسيت ان انا عايز اراقبه اجبر نفسي ان انا ما راقبهوش، واسال نفسي سؤال مهم جدا: وانا لما راقبه هستفيد ايه؟ طب انا راقبته قبل كده اخدت ايه؟ ما انا تعبت. انت هنا بتوصل لعقلك ان المراقبه بتاعت الشخص ده انا مش هستفيد منها حاجه، بالعكس دي هتضرني. دي حاجه هتخليك تلتزم بالقرار اللي انت اخدته وتثبته في عقلك. ثالث حاجة وحاجة مهمة جدا ان ادور على حاجات تعوضني المشاعر اللي كنت بطلعها في العلاقة دي. يعني اقعد مع اصحابي، اقعد مع اهلي، اهزر، اضحك معاهم، اخرج، اتفسح، ادور على حاجات تملالي وقت فراغي وفي نفس الوقت تعوضني عن الفراغ اللي الشخص ده سابه في حياتي. رابع بوينت وبوينت مهمة جدا ان انا ما اجلدش ذاتي كتير، ما افضلش اقول انا السبب، انا لو كنت عملت احسن من كده كان مش عارف ايه، انا شخص فاشل في العلاقات. ان ده بيعمل حاجة جوايا اسمها الادراك السلبي. الادراك السلبي ده معناها في علم النفس ان انا بكون صورة سلبية ذاتية عن نفسي جوايا، وده طبعا بيوصلني بعد كده لحاجة اسمها متلازمة الحزن الشديد، وبيوصلني بعد كده للاكتئاب. فبلاش تجلد ذاتك، وتعرف وتفهم وتدرك كويس جدا ان العلاقة دي عاجلا ام اجلا كانت هتنتهي، مش عشان انت وحش، بس علشان العلاقة دي اصلا ما كانتش علاقة صحية او ما كانتش علاقة كويسة او كانت علاقة مؤذية ليك. دي حاجة من الحاجات المهمة جدا. اخر بوينت ممكن تفيد اي شخص ممكن يكون بيتعافى من الام الانفصال هي حاجة اسمها اعادة تقييم سلبية. شخص بعد فترة من الانفصال بيبتدي يتكون جواه صورة ملائكية للشخص اللي كان معاه في العلاقة، وبيبتدي يوحشه، ويبتدي يحس بحنين ليه. هي بتكون مشاعر فقد، مش بتكون احساس بالوحشة او احساس حنين للشخص ده. بس علاج الموضوع ده او حل الموضوع ده هو ان انا اعمل حاجة اسمها اعادة تقييم سلبية، واحاول اجيب ورقة وقلم واكتب سلبيات الشخص وسلبيات العلاقة والاذى النفسي او الالم النفسي اللي الشخص ده سببه لي والتشوه نفسي اللي الشخص ده سببه لي. كل الحاجات دي مع التكرار هلاقي نفسي خرجت من الدايرة دي. بس هي بتبدأ في الاول بقرار منك انت بس، فلو خدت القرار كل شيء بعد كده يعني ان شاء الله هيكون سهل عليك.